أخطر 3 أخطاء بتخليك مش محترف في التعليق الصوتي. لو بتعمل الأخطاء دي انسى موضوع الاحتراف وخليك هوا أحسن. انت ممكن تكون عندك أحلى نبرة في العالم وأحلى صوت في الكون، بس لو صوتك مش نقي أو التسجيل مش نقي، والتسجيل فيه دوشة وصدى صوت وفيه ديسترشن وفيه نويز كتير، التسجيل هيبوظ وتسجيلك هيبقى مش احترافي. أو بتسجل بموبايل زي ما بنشوف اليومين دول، صدقني محدش هيستخدمه، ولو حد استخدمه هياخده منك ببلاش، وفي الأول والآخر هتبقى هاوي. لكن محترف انسى. مايك كويس زائد عزل محترم يساوي تسجيل يبيع صوتك صح. واوعى تسترخص في ده، لان هو ده اللي العميل بيحكم عليك منها من اول مرة. دي كانت الغلطة رقم 1. الغلطة رقم 2 الاداء المكرر والممل، اللي هو بين قوسين المونوتون. يعني ايه مونوتون؟ اقول لك، المعلق الصوتي المحترف او الفويس اوفر المحترف لازم يكون عنده فرايتي في الاداء، تنوع. لازم صوته يكون فيه تنوع، يقدر يعمل أكتر من مشروع بأكتر من أداء، ما يعتمدش على أداء واحد أو نبرة صوتية واحدة. لا، مش كل الإعلانات ومش كل المشاريع بتحتاج ده. يعني في إعلان محتاج باور، في إعلان محتاج أداء رومانسي، في إعلان محتاج إحساس عالي جدا. لازم تكون تعرف تعمل ده كويس وباحترافية عالية كمان. وخليك فاكر، الصوت الحلو مهما كان حلو لكن ما فيهوش روح ما بينجحش. وخلي بالك، أخطر جملة ممكن تسمعها هي صوتك جميل بس ما فيهوش روح. اوعى تقع في فخ المونوتون. الغلطة رقم 1 وهي عدم الاستمرارية أو فقدان الشغف. يعني إيه الكلام ده؟ هقول لك، النجاح مش بيجي بضربة حظ ومش بيجي صدفة. أي نجاح في أي عمل أو أي مشروع، مش بس الفويس أوفر، محتاج استمرارية ومحتاج شغف ومحتاج مثابرة وصبر وتطور. الفويس أوفر زي أي مهنة في العالم أو أي مشروع في العالم بيزنس. البيزنس ده ما بيعتمدش على صوتك بس، لا، البيزنس ده بيعتمد على التسويق. لازم تعرف تعمل ماركتينج كويس ليك لنفسك ولشغلك. لازم يكون عندك علاقات كويسة جدا بكل الناس اللي بتشتغل في المجال، سواء الكلاينتس، البروديوسرز، شركات الإنتاج، مهندسين الصوت. لازم تكون متواجد وحاضر ان تايم. ما تعتمدش على موهبتك بس وتقول موهبتي هي اللي هتوصلني وهتخليني رقم 1 في المجال. صدقني غلط، وكان غيرك اشطر. ناس كتيرة جدا راحت وناس كتيرة جدا ما بقناش نسمع عنها. وده ليه؟ عشان الاستمرارية اللي هي العلاقات، واللي هي عدم القدرة على التواصل على مر الزمن. شوف كم موهبة اختفت عشان ما عرفتش تشتغل على نفسها كويس. خليك دايما موجود، لان اللي بيطور من شغله وبيطور من البيزنس بتاعه هو ده اللي بينجح، وهو ده اللي بيوصل، وهو ده اللي بيستمر. الخلاصة، التعليق الصوتي مش صوت حلو بس، لا، النجاح في التفاصيل الصغيرة اللي بتفرق ما بين الاحتراف والهواية.